بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة درسنا عن كيفية تكوين سؤال. وقبل ما أعرف إزاي أكون سؤال لازم أعرف نوع الأسئلة اللي موجودة عندي في الإنجليزي على أساس إن أنا أقدر أصيغ السؤال بطريقة صحيحة. أولا أنا عندي 3 أنواع أساسية في الأسئلة. أول واحد اللي أنا مسميه yes or no question، وأنا سميته yes or no لأن إجابته محتاجة يا إما يا إما لا، يعني يا إما yes يا إما no. والسؤال ده بيبدأ بفعل مساعد، واتكلمنا قبل كده في فيديو سابق عن الأفعال المساعدة. فالأفعال المساعدة ديت قلنا إن أنا ممكن أستخدمها في السؤال زي إيه؟ عندي verb to be اللي هو الام والإز والآر والواز والوير، verb to do اللي هو do والdoes والdid، verb to have اللي هو الهاف والهاز والهاد، والأفعال الناقصة أو المودال verbs. طيب تاني نوع عندي هيكون ال WH questions، وبسميه WH questions لأن بيبتدي بكلمة استفهام زي كلمات الاستفهام. مثلا عندي كلمة what ما أو ماذا، where أين، who من، how كيف، why لماذا. وفي كلمات استفهام تانية كتير، ولكن أغلبية الكلمات مبدوءة ب WH question، علشان كده أنا سميته WH. وده بيحتاج مني معلومة، يعني مش محتاج مني أقول يا أي أو لا زي yes or no question، ولكن هنا محتاج معلومة معينة. طيب النوع الثالث عندي اللي هو التاج question أو الكويشن تاج، اللي أنا بسميه السؤال المزيل. طب سؤال مزيل ليه؟ لأن يعتبر إن هو جملة اسمية عادية خالص، وبعدين أقوم عاملة كوما، وبعدين يقوم جاي السؤال أو أكون سؤال. فهو يعتبر بيجي في ديل الجملة او في اخر الجمله، عشان كده بسميه السؤال المزيل. وبيكون هنا في الحاله دي بمعنى اليس كذلك. يبقى ال3 انواع الاساسيين عندي اللي هو اليس اور نو كويشن اللي هو بيبدا بفعل مساعد، WH كويشن بيبدا بكلمه استفهام، تاج كويشن كان في الاصل جمله اسميه وتحولت الى سؤال بمعنى اليس كذلك في النهايه. بعد ما اتكلمنا عن 3 أنواع الأساسية من السؤال اللي قلنا عليه yes or no question وال WH question وال question tag، هنبتدي النهاردة شرحنا أو هنكمل جزئية yes or no question النهاردة، وبعد كده في الدروس القادمة إن شاء الله هنعمل الاثنين الموجودين التانيين. yes or no question يعني السؤال مبدوء بهل، يعني إجابته محتاجة يا إما yes or no، والسؤال بمعنى هل يعني يبدأ بفعل مساعد. طيب الفعل المساعد لازم يجي وراه الفاعل وبعد كده الفاعل وباقي السؤال. يبقى القاعدة الأساسية فعل مساعد فعل أساسي، وبعد كده بقية السؤال والكويشن مارك اللي بتدل على علامة الاستفهام. طيب تعالوا نجيب جملة خبرية عادية خالص نشوف كده نتعامل معاها ازاي، او ازاي ان انا اكون منها سؤال. زي الجملة بتاعتي he is my little brother، يعني هو يكون أخي الصغير. أنا عايزة أسأل سؤال بمعنى هل، يعني عايزة أقول هل هو أخوك الصغير. يبقى هنا أنا قلت لازم أنا أبتدي بفعل مساعد. أشوف الجملة بتاعتي هل هي فيها فعل مساعد؟ لقيت فيها is اللي هو verb to be، فعل من الأفعال المساعدة بيجي مع المفرد، يبقى هبتدي بيه السؤال بتاعي. يبقى أقول is والفعل هنا إيه اللي هو he، يبقى is he your little brother، يعني هل هذا أو هل هو يكون أخوك الصغير. الإجابة بتاعته هتكون يا إما yes he is يا no he isn't. طيب جملة تانية لو قلت I like English and French، عندنا هنا أشوف الجملة بتاعتي هل هي فعل مساعد موجود فيها ممكن إن أنا استخرجه أو استخدمه لتكوين السؤال بمعنى هل، مش هلاقي. طيب أبص كده على الفعل الأساسي اللي هو الفعل لايك. الفعل لايك ده مضارع بسيط بدون اس. طيب المضارع البسيط أنا لما أحب أسأل سؤال هسأل يا إما بدو يا إما بداس. دو بتيجي مع الجمع اللي هو الآي والوي واليو والزي، والداس بتيجي مع المفرد زي ما سبق وقلنا واتكلمنا. طيب هنا أنا هقول عايز أسأله أقول له هل تحب الإنجليزي، يبقى أنت ليا يو، يبقى أسأل بدو أقول do you like English and French، هل أنت تحب الإنجليزي والفرنساوي. وخد بالك إن يو هنا بمعنى أنت أو أنتم، لأن ده ضمير مخاطب ممكن يكون للمفرد وللجمع. يعني الإجابة بتاعتي هتكون احتمال من إجابتين، أقول yes I do لو أنا هسأل شخص واحد أو كلامي أو سؤالي موجه لشخص واحد، أو yes we do نعم نحن كذلك لو أنا بسأل مجموعة، أو لو هجاوب بنو أقول no I don't لا
لا أحب، أو no we don't لا نحب للجمع. طيب هنا سؤال تاني مبدوء بديد. ديد هنا ماضي، يعني الجملة بتاعتي كان أصلها ماضي بسيط، يبقى هستخدم ديد للسؤال عن الماضي بمعنى هل. أقول did علي go to the club yesterday، هل علي ذهب إلى النادي أمس؟ أقول yes he did no he didn't. في ملحوظة هنا لاحظتها إن الفعل بتاعي كان اسم علم أو اسم شخص، ولكن لما باجي أجاوب بجيب الضمير العائد عليه، يعني علي أجيب he مكانه. طب لو منى أقول إيه she. تمام كده، ما كررش الاسم في الإجابة. يبقى yes he did no he didn't، نعم هو كذلك أو هو ذهب، لا لم يفعل أو لا ليس كذلك. طيب عندي verb to be ممكن يجي معاه verb ing على الفعل الأساسي. في الحالة دي هيكون زمن المستمر. لو am و is و are زي السؤال الموجود عندي ده are you studying now، then هنا studying مضاف عليه ing، يعني هل أنت تذاكر الآن، يبقى ده بسميه مضارع مستمر. الإجابة بتاعته هتكون yes I am no I am not. طيب أنا برضو لو بسأل مجموعة أقول yes we are، لان احنا اتفقنا ان اليو ديت موجهه لا اما المفرد يا اما الجمع. لو انا وجهتها المفرد يبقى الاجابه yes I am no I am not. لو انا موجهها الجمع المفروض ان هم يردوا عليا يقولوا yes we are او no we aren't، حسب المخاطب او الكلام موجه لمين. طيب عندي هنا الجمله الثانيه او السؤال الثاني بادئ بوير. وير ديت فيرب تو بي بس في الماضي وللجمع، يعني وير زي بلاينج فوتبول، يعني هل هم كانوا بيلعبوا كرة القدم. ده سؤال في الماضي المستمر لان عندي هنا اي ان جي مع الفيرب تو بي. الاجابه بتاعتها هتكون يس زي وير، نعم كانوا بيلعبوا، نو زي ويرنت لا لم يلعبوا. طيب عندي فعل مساعد اخر اللي هو فيرب تو هاف اللي سبق اتكلمنا عليه، يعني السؤال بتاعي يبتدي بهاف. أقول have you eaten your lunch، هل أكلت غدائك أو تناولت طعام الغداء. عندنا هنا have في ملحوظة مهمة، have وهاز اللي هما للمضارع وهاد للماضي بيجي معاهم التصريف الثالث، يعني have you eaten تصريف ثالث لأن ده بسميه مضارع تام. طب لو قلت had you eaten، ده في الحالة دي هاد الماضي يبقى ماضي تام. طيب لو انا قلت مثلا has he eaten his lunch، عشان انا جبت الفاعل هيكون مفرد اللي هو هي، هجيب has. تمام كده. طب الاجابة هتكون على have you eaten your lunch هتكون ايه؟ yes I have no I haven't، نعم انا تناولت او فعلت، لا لم اتناول او لم افعل. طيب عندي نوع تاني من انواع الاسئله اللي هي بمعنى هل مبدوء بمودال فيرب او فعل ناقص زي ما اتكلمنا. يعني مثلا عندنا استخدمنا كان ده اصلا بمعنى يستطيع، يعني هل تستطيع، لان هنا ايه السؤال بمعنى هل. يبقى can you help me، هل تستطيع ان تساعدني، اجاوب اقول yes I can no I can't. واتفقنا ان احنا اللي بسأل بيه بجاوب بيه، يعني انا سألت بكان اجاوب ايه yes I can no I can't. طب will هنا قلنا بنستخدم للمستقبل بمعنى هل سوف. اقول will he come tomorrow، هل سوف يأتي غدا. اقول yes he will no he won't، يعني نعم هو سوف يأتي لا لن يأتي. يبقى نجمع كده الكلام اللي احنا قلناه ان احنا ازاي نكون yes or no question او السؤال مبدوء بفعل مساعد اللي انا بسميه